في مقال منشور لها في العدد 86 الصادر من مجلة الكواكب في مارس 1953 وتحت عنوان قصة حياتي، كشفت أمينة شكيب التي عرفها الجمهور باسمها الفني ميمي شكيب تفاصيل مهمة جدا عن حياتها. بدأت أمينة شكيب حكايتها وقالت: والدي شركسي من كبار الضباط، وجدي باشا من الأتراك، وأمي تركية وجدتي تركية، وأنا بنت حلوان. نعم، ولدت في حلوان يوم 25 أكتوبر من عام لا أذكره ولا أحب أن أذكره. كنت أخت ل12 أخ وأخت، لم يبقى منهم إلا أنا وشقيقتي. وعندما بلغت الرابعة من عمري أرسلوا بي إلى مدرسة خاصة وأغلقوا وراي الأبواب، فكنت لا أخرج منها إلا يوما واحدا من كل أسبوع. لم أكن أعرف حرفا واحدا في اللغة العربية، لأن والدتي كانت تتكلم 7 لغات ليس من بينها اللغة العربية للأسف الشديد، وظللت لا أعرف العربية حتى تزوجت. وعن فترة الدراسة قالت ميمي: لازلت أذكر كيف كانت الراهبات يقولن عني إنني بنت صمامة لأنني كنت أصم المحفوظات والدروس وأقرها قر. ولا زلت أذكر كيف كنت ماهرة في الأشغال اليدوية، وكم من مرة رقصت في الحفلات السنوية التي كانت تقيمها المدرسة، وكم من مرة غنيت. ميمي شكيب خاضت تجربة الزواج في عمر 13 عام، وكانت تجربة مؤثرة ومريرة، خاصة بعد أن استيقظت ذات يوم لتجد زوجها وقد هرب. حين بلغت 16 من عمري رأت أمي أنني في سن تسمح لي بالزواج، فعجلت به وكانت مفاجأة. فقد عدت من المدرسة لا أجد إناث كثيرين، وأجد شربات وحلوى وزغاريد، وإذا بي أجد أفندي مهيب محترم وفقيه من المشايخ. وتزوجت هذا الأفندي المهيب المحترم، كان عمره لا يقل عن 35، وكنت في 16 من عمري. ومضت شهور 3 كنت خلالها سجينة جدران المنزل، وفجأة تركني زوجي واختفى. ويبدو أنه لمس الفارق الكبير بين سنه وسني، وأحس بالهوة السحيقة التي تفصل بين تفكيرنا وطباعنا، فأثر تركي. وبعد 3 شهور من زواج موفق هذا، كان الزوج قد تزوج بأخرى وولى الأدبار، وتركني وحدي أنتظر مجيء ابني وابنه. حالة الفراغ التي عاشت فيها ميمي بعد فشل تجربة الزواج دفعتها إلى قراءة الكتب لقتل الوقت، ومن خلال الكتب التي قرأتها عرفت كما قالت أن هناك مسرح، وأن هناك سينما، وهناك فن التمثيل. وقالت ذات يوم من عام 1922: قررت أن أشتغل بالتمثيل، وساعدني على اتخاذ هذا القرار تعرفي بالمرحوم الأستاذ عمر وصفي، فقد لمس في نواحي خاصة قال أنها تصلح للتمثيل. وقد كونت فرقة تمثيلية خاصة بي، وعمل معي فيها زكي رستم وأحمد علام، وهم من أساطير التمثيل. وكانت الروايات التي أقدمها من نوع الدراما، وكنت موفقة في أداء هذه الأدوار، بل ولا زلت أحس بالحنين إلى أداء الأدوار الحزينة، لأن النفس لا ينضب منها معين الحزن أبدا. ولا زلت أذكر أول رواية لي، لقد كان اسمها الممثلة فوليت، وكانت باللغة العربية الفصحى. وقلت لنفسي: إذ لم أنجح في أداء الدور كممثلة، فخير لي أن أنتحر من أن يشمت في أهلي. ميمي تحدثت أيضا عن تجربتها مع نجيب الريحاني، وهي التجربة التي أسهمت في بزوغ نجمها بشكل غير متوقع. وقالت: كان نجيب الريحاني صديقا للأسرة وموضع تقدير الرجال من أهلي، فلما جاء إلي بصوته التمثيلي ولهجته الحبيبة وعرض علي الانضمام إلى فرقته قبلت على الفور، وألف من أجل رواية حكم راوش ونجحت. وكان الريحاني رحمة الله يقول لي: إن قماشك واسع وانت عجينة طرية في إيدي، أستطيع أن أعمل منك ما أريد في رواياتي. وكنت فعلا عجينة طرية في يد الأستاذ الخباز الماهر نجيب الريحاني. لقد أخرجني من ظلمات نفسي، وأنقذني من وساوس قلبي، ودفع بي إلى أضواء المسرح الضاحك. السادات وبناته كشفوا شبكة دعارة ميمي شكيب. حدثت ضجة عظمى في بدايات السبعينيات عندما أعلنوا عن سقوط شبكة للآداب تضم عدد كبير من الفنانات تقودها ميمي شكيب. وبالطبع كان وقع هذا الحدث علينا نحن ضباط الشرطة مختلف تماما عن رجل الشارع، ذلك لأننا نعلم مدى حساسية الاقتراب من المشاهير، فهم في الأغلب أصحاب علاقات متشعبة، ولديهم صداقات مع وزراء ووجهاء وأصحاب نفوذ، وبعض أهل الفن والأدب أو الصحافة تجد علاقتهم ترتفع لتطال أعلى مسؤول في الحكم. ولذلك عندما تسقط شبكة للآداب ويكون المتهمون فيها من الفنانات الشهيرات، هذا الأمر بالنسبة لرجل الشرطة له مدلول، فأنت لا تستطيع الاقتراب من هذه الكوكبة إلا بناء على توجيهات عليا ومن جهات رفيعة المستوى في دوائر الحكم. بالطبع استمعنا جميعا إلى ما جرى من خلال الجرائد، وكنا نتابع التفاصيل مثلنا مثل بقية خلق الله، من مصدر أوحد في ذلك الزمان، وهو ما يسمح بنشره في الجرائد والمجلات، حيث لم يكن في هذا الوقت لا فضائيات ولا توك شو ولا إنترنت. وهكذا كان مصدر المعلومة واحد، وهو بالطبع محل ثقة وتقدير من القراء. ولكن فجأة تحولت من قارئ للقضية إلى مسؤول عنها، فقد أخبرت من قبل رؤسائي بأن شبكة آداب على مستوى العالم العربي في طريقها للإقامة في سجن القناطر للنساء، وإن توصيف القضية شامل لكل جرائم الآداب المعروفة من إدارة إلى تحريض إلى ممارسة، وإن الشبكة في الطريق إلى السجن، ومعها المسؤولة القيادية عنها الفنانة ميمي شكيب. وبدأت الحكاوي تنتشر في السجن، والنميمة تتبادلها السجينات مع السجانات، وحتى الضباط شاركوا في الأمر. البعض منهم بدأت علامات الشوق للقاء ترتسم على وجهه. بالطبع قمت بفض هذا المولد
حيث إن سجن النساء كما أسلفت لا يوجد به غير 3 رجال فقط لا غير، وليس مسموحا لغيرهم بالعمل أو الاقتراب من السجن، ولكن الحق أقول أنني لم أستطع أن أمنع سيل الكلام الذي بدأ ينهمر. فأحدهم يؤكد أن هذه الشبكة لا تضم بعض الفنانات فقط ولكن أيضا مضيفات وسيدات على قدر عظيم من الجمال، وأن نفوذ هذه الشبكة ونشاطها امتد خارج حدود الجمهورية وأصبح يمارس نشاطه على مستوى الدول العربية. واستمعت إلى تعليق من إحدى السجينات وكانت محبوسة على ذمة قضية دعارة، وهي بتقول: يا بيه الوحدة اللي السياسيين دابوا علشان يعملوها في سنين وفشلوا، إحنا حققناها بمعرفتنا بس إحنا اشتغلنا على مستوى الشعب، لكن الوارد اللي جاي تقصد الفنانات دول هم اللي اشتغلوا على الهاي. واستعدت السجينات لعمل استقبال حافل يليق بالشبكة القادمة، وهذا أمر لا نستطيع أن نتدخل فيه، لأنهم داخل السجون في حالة ورود ضيف من الوزن الثقيل يقومون بعمل استقبال يليق به الزفة، وفيه يتم تأليف كلمات الأغاني التي لابد أن تشمل اسمه وأعماله الفنية، وتنتهي دائما بالترحيب بالضيف الجديد، ولم يكن أحد في إدارة السجن يستطيع أن يمنع مثل هكذا أحداث. وأصبحت حكاية ميمي شكيب هي شغل السجن بأكمله، من مساجين رجال إلى سيدات إلى حراس إلى أفراد إلى موظفين إلى ضباط، بل حتى الزائرين كانوا يسألون عن الشبكة وأفرادها. الكل يتكلم، والعجيب أن كل من يتكلم لا يكتفي بسرد ما لديه من معلومات قرأها أو سمعها، ولكن يقوم بعملية إضافة من خياله الواسع. فإذا بنا بعد عدة ساعات قليلة من وصول الخبر نجد أنفسنا أمام مسلسل تركي يكفي للعرض لسنة كاملة. وبالطبع كنت أسمع دون أن أشارك، وانتظرت المعلومة من مصادرها الطبيعية، وساعتها علمت الحقيقة كاملة دون تزييف. وقد تبين أن هناك شخصية عربية صاحبة نفوذ رهيب في الجوار وهي ليبيا، وأن هذه الشخصية الرائد عبد السلام جلود كان يزور مصر بشكل دوري، وتعددت زياراته لدرجة أنه لم يكن يمر أسبوع دون أن يزور القاهرة. ولم يكن الأمر مستغربا، فقد كان يشغل أيضا منصب مهم في إحدى الهيئات التي تم إنشائها بعد الحرب، وكان يمثل الجانب الليبي فيها. وحدث أن السيد عبد السلام جالوت تناول في حديث له مع العقيد معمر القذافي سيرة بنات الرئيس السادات، وقال كلام لا يتفق مع المنطق، وانتقد سلوك بنات السادات ونوعية الملابس التي يرتدوها، وقال باللفظ إنهم تم تربيتهم على طريقة الخواجات. وكان هناك كلام آخر كما قلت لا يتفق مع الحقيقة، ولكنه بالنسبة للقياس على الأحوال في ليبيا الشقيقة في ذلك الزمان كانت أمورنا كلها بالنسبة للقذافي والجلود هي العجب العجاب. فقد كان القذافي ينتقد كل شيء ولا يعجب أي شيء على الإطلاق. ولعلنا جميعا نذكر كيف أنه صاح في وجه ضيوفه من المسؤولين المصريين وهو يحضر غداء رسمي وقال: بالله عليكم كيف تأكلون في مصر هذا الدود وتقدموه لضيوفكم؟ وكان القذافي يشير إلى الجمبري، فأثار بالفعل ضحك الحاضرين. المهم أن الرئيس السادات والذي لم يسمع أحد عن بناته ما يسيء إليهم لا في حياته ولا بعد ما ماتوا، حتى ابنه الوحيد جمال لا يستطيع مخلوق أن يتهمه بشيء على الإطلاق، فلا هو أساء استخدام سلطة أبيه ولا مرافقته مواكب رئاسية ولا إحاطة حراس مدججين بالسلاح، ولم نسمع عن أي مغامرات نسائية لهذا الشاب. بل إنه هنا ينبغي أن نحيي الرئيس السادات والسيدة حرمه. لم يفكر جمال وكان قادرا أن يخترع لجنة سياسات وتقدم الصفوف ويجمع المريدين. أقول لم يكن لهذا الشاب سيئات، ولا هو ولا شقيقاته البنات ولا حتى إخواته غير الشقيقات. وبالطبع بلغت أسماء الرئيس تفاصيل ما جرى بين عبد السلام جالود ومعمر القذافي في مكالمة هاتفية، وهنا تم إصدار أوامر عليا بتجديد الرقابة على المحادثات الهاتفية لعبد السلام جالود بما يعني وضعه تحت المراقبة الدائمة خلال 42 ساعة. وبالمناسبة عمل عبد السلام جالود في الهيئة إياها لم يكن يتطلب حضوره شخصيا والقيام بهذا الكم الهائل من الزيارات للقاهرة، فقد تبين أن السيد عبد السلام جالود يقوم بالاتصال بأحد المتنفذين في نفس الهيئة، حيث يقوم الأخير على طريقة المرحوم ستيفان روسي في الأفلام بعمل اللازم وتحضير الليالي الحمراء وما يصاحبها من مشروبات صفراء ومن جميلات النساء. وهكذا بدأت خيوط الشبكة تتساقط. المهم من الأخبار وصلت إلى سجن القناطر بأن سيارة الترحيلات التي تقل شبكة السيدة ميمي شكيب في طريقها إلى سجن النساء، والغريب أن عدد أعضاء الشبكة لم يكن يتجاوز 10 سيدات، الجميع على جانب مثير من الأناقة وقدر عظيم من الجمال، وإن كانت علامات الإرهاق بادية على الجميع بفضل كثرة التردد على النيابات وإدارة حماية الآداب. وعلمت أن البعض تم إخلاء سبيلهم لعدم كفاية الأدلة أو لعدم استيفاء الإجراءات، والبعض الآخر تم إخلاء سبيلهم بضمانات مالية. وبحكم خبرتي التي بدأت تتراكم من العمل في سجن النساء لاحظت أن السيدات أعضاء شبكة ميمي شكيب كانت رؤوسهم مرفوعة وكأنهم زعماء للمعارضة أو قادة للرأي. لم ألاحظ أي انكسار أو محاولة لإخفاء الوجوه، بل العكس كان هو الصحيح،
فقد كنا جميعا سواء من بعض العاملات في مجال السينما أو المضيفات الابتسامة لا تفارق وجوههم، والثقة الزائدة على الحد هي عنوان حديثهم الدائم، والأعصاب الفولاذية هي سلاحهم القوي. بل إن البعض كان بيعاملنا بتعالي وينظرنا إلينا وكأننا كائنات عجيبة المفترض أن نقبل إيدينا وش وظهر، لأن الحظ ابتسم لنا وقف طريقنا. بالطبع أنا لا يعجبني الحال المايل، ولذلك قررت أن أنفذ التعليمات واللوائح بغض النظر عن أصل أو فصل المتهمين. ولكن اللي غاظني بشكل خاص سلوك البعض منهم مع المأمور، فقد تجاهله الجميع، وكانت نظرات الاستخفاف من المتهمات تلاحق الجميع، وكانت النظرات تكاد تنطق وتقول: من أنتم على طريقة القذافي في أيامه الأخيرة؟ رحمه الله. وبالطبع من نكون نحن أمام الوزراء وأصحاب النفوذ وأصحاب الملايين الذين كانوا يقبلون الأيادي ويرتمون تحت الأقدام. هنا لاحظ المأمور إن الغضب داخلي في طريقه للانفجار، فاقترب مني وقال: اهدى شوية، ده احنا لسه ما قلناش صباح الخير. ورديته كأني أنفس ببخار مكتوم: يا فندم، وهو بالشكل ده هيجي الخير منين؟ وهنا قال للمأمور: طيب اتفضلوا علشان نشوف شغلنا. وأمرت الحارسات بالقيام بعملية التفتيش لحصر الأمتعة وجمعها وكل المتعلقات واستلام الأشياء الثمينة منها من مصاغ ومجوهرات ومشغولات ذهبية وإيداعها في أمانات السجن. وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات انصرفت للقيام بمهمة المرور على مرافق السجن. ولم أعد لسجن نساء إلا مع تمام المساء في الخامسة، وعندما انتهيت جلست بمكتبي فايزة بالسجانة بتقولي إن الممثلة ميمي شكيب تطلب الإذن بالمقابلة لأمر مهم. وبالفعل جاءت السيدة ميمي شكيب بصحبة السجانة، وقالت إن المستوى الذي التقت به من السجينات لا يمكن لأي إنسان أن يطيقه، وبما أن إدارة السجن مسؤولة عن سلامتنا فإنني أخشى بالفعل أن نتعرض للخطر. وقالت: ده في ستات جوه أسوأ من الرجالة يا فندم. وصمتت. وهنا قلت للسيدة ميمي شكيب: وما هو المطلوب؟ فقالت: لو سمحت، عاوزين مكان واحد لينا إحنا بس، ده إذا كانت القوانين بتسمح بكده. قد كانت السيدة ميمي شكيب تتحدث بأدب بالغ في الحقيقة، وسلوكها لا يتفق أبدا مع ما شاهدناه في اللقاء الأول مع بعض المتهمات في قضيتها. وهنا قلت لها إن قوانين التسكين تتفق مع طلبك هذا، وخصوصا وكل المتهمات من المشاهير وارد جدا حدوث مضايقات وابتزاز من المسجونات وأيضا السجانات، وهناك قواعد مراعية في هذا الخصوص تؤخذ في الحسبان نوع الجريمة والسن والتهمة، وبالتالي تم إيداع كل المتهمات في حجرة تتناسب مع عددهم وتضمن عدم تعرض أي منهم لأي مضايقة من قبل الموجودين والمتعاملين بالعنابر. ولقي هذا الأمر ترحيبا من جميع أفراد القضية. ولم تمر عدة أيام أقل من أصابع اليد الواحدة واكتشفنا جميعا تغيرا رهيبا حدث على المتهمات، فقد تغيرت الوجوه وتفاصيلها، العيون التي كان لها بريق يجذب الناظرين، ونضارة الوجوه، والبشرة التي كانت شديدة البياض، كل هذا إلى زوال. نعم، فقد ذهبت الأسباب الخارجية التي ازدانت بها الوجوه. آثار المكياج اختفت وكل مواد التجميل، وظهرت الشعور بعد أن ذهبت آثار الكي. فإذا بمن في حجرة ميمي شكيب لا يفرقن كثيرا في الشكل عمن في بقية العنابر. لم يكن الجمال والإبهار إذا من خلق المولى عز وجل، ولكن كان بفضل آخر ما توصلت إليه صيحات الموضة من مصاحيك للتجميل. ولكن أعظم أثر للسجن بدأ على السيدة ميمي شكيب، فقد ظهرت علامات السن عليها وبدت أكبر كثيرا من سنوات العمر، ودهمتها أسباب الشيخوخة. وإن ظل هناك شبح للمسة جمال أطلت من أعماق بعيدة من الزمن. وعندما حل موعد الزيارة للمحبوسات على ذمة القضية، وهي زيارة أسبوعية، باحت إحدى السجينات لسجانتها بأنها كانت على علاقة متعددة صداقة بأكابر القوم، وأنها كانت تأمر فتطاع. واليوم في أول موعد للزيارة بعد هذه الفضيحة انفض الأكابر من حولها، ونفس الأمر حدث مع بقية المحبوسات على ذمة القضية، فلم يحضر أحد للزيارة سوى المحامي الشهير المتخصص في هذه النوعية من القضايا. ولكن مع مرور الوقت بدأ صبر العشاق خارج السجون ينفد، وإن كانوا قد امتنعوا بفضل الحياء والقيل والقال، فإن الأحداث كادت تنبئ بأن القضية في سبيلها إلى حل يحفظ ماء الوجه، أو هكذا بدأ البعض يقول. المهم أن العشاق بدأوا يتوافدون على السجن، وهنا سوف أتناول زائرين اثنين فقط لا ثالث لهما، وذلك لدواعي أحتفظ بها النفسي. أما الزائر الأول فقد كان يهم بفنانة من بين المتهمات كانت هي بالنسبة إليه آلهة الجمال فينوس، ولم يكن يعرف حدا لا يشكو لها. عندما جاء إليها زائرا اكتشفت من اسمه أنه ابن أحد أكبر تجار الفاكهة في بر مصر بأكمله، وعندما تم سؤاله عن صلة القرابة ادعى أنها زوجته، وسألناه عما يثبت ذلك فقال هو اللي بيجي يزور مراته لازم يجيب معاه عقد الزواج، وقال لي العسكري اتفضل روح اسألها أنا أبقى مين بالنسبة لها. وكنت أعرف التفاصيل أول بأول، وبالفعل ذهبت إحدى الحارسات وبسؤال الفنانة أفادت أنه بالفعل زوجها، وأبلغت الحارسة أن تترجى الضابط المسؤول لتسهيل الزيارة. وحصل اللقاء، فإذا بالفنانة والزوج المزعوم يتبادلان العناق الحار، وإذا بالموقف يتصاعد والمشاعر أيضا، فيدخل الزوج المزعوم في نوبة بكاء، فتمسح بيدها سيل دموع المنهمر ويسألها أنت بتنامي إزاي وفين؟ ردت بصوت يملأه الانكسار والحنو على الأرض: يا حبيبي.
هنا تحول الزوج المغرم الذي كان يبكي كالأطفال من دقيقة أقول تحول إلى مدافع عن حقوق الإنسانية، فإذا بصوته الجهور يرتفع مجلجلا يتساءل أين حقوق المتهم؟ وأين مواد الدستور التي تكفل للمواطن المحبوس على ذمة القضايا أبسط الحقوق الإنسانية؟ هل يعقل أن تنام سيدة بهذه الرقة على الأرض في أماكن لا تليق بالبشر؟ وطلب الزوج المظلوم مقابلتي وسألني سؤال محدد: هل من حق زوجته أن تتلقى أشياء من الخارج؟ أطلعت على حقوقها جميعا وأنها من حقها أن تتلقى كل ما يلزم من الخارج. وغاب الزوج المزعوم يومين ثم عاد ومعه شماعات يعلق عليها على ما يبدو ملابس فخمة تم إلباسها بغطاء فخم جدا. وعندما تم تسليمها في الأمانات اكتشفنا أن كل شماعة تحوي بلطو من نوع مختلف كان أكثرها فخامة بلطو علمنا أنه من أغلى أنواع الفراء في العالم. ولما كان الزوج إياه قد أحضر عدد 3 بلطو فقد ذهبت إليه وسألته عن السر وراء ذلك. عدد 3 بلطو. فقال لي: واحد تفرشه كمرتبة، والتاني تلبسه، والتالت تستخدمه كغطاء، فهي رقيقة لا تتحمل عناء مثل هذه الأماكن. المهم إن المتهمة تسلمت عدد 3 بلطو واستخدمتها في اتقاء شر الرطوبة في السجن، ولكن أسعار هذه المعاطف وندرتها وصعوبة امتلاكها كانت هي الحدث الذي أصبح على كل لسان داخل أسوار سجن القناطر. فقد كان ثمن البلطو الواحد كفيلا بحل مشاكل العديد من الأسر في ذلك الزمان. وبالطبع أصبحت هذه الفنانة محطا لأسماع وأنظار الجميع بمن فيهم من جئنا معها على ذمة القضية. ولكن وعلى رأي المثل: اللي معاه قرش محيره يجيبه حمامه ويطيره. وهكذا كان هو حال زوجها المزعوم الذي بذل الغالي والنفيس من أجل تجميل أحوالها في السجن. ولكن إحدى السيدات التي جئنا في هذه القضية ولم تكن من أهل الضوء أو الشهرة، ولكنها سيدة على درجة من الجمال، كانت ضمن مجموعة السيدة ميمي شكيب. هذه السيدة أشاعت داخل السجن إن زوجها صاحب نفوذ كبير في الشرطة وإنه برتبة مقدم ويستطيع نقل أكبر شنب في القناطر إلى أقصى الصعيد. وبالطبع أخذت هذه السيدة تردد هذا الكلام بين الحارسات، لدرجة إن الحارسات تهاون في القيام بواجباتهم تجاه هذه السيدة واختصصناها بمعاملة محبوس فوق العادة. وبلغتني أنباء هذه السيدة صاحبة النفوذ التي ترهب كل من حولها بنفوذ زوجها المقدم، وبالطبع كان لابد من التأكد من هذه الوقائع وما إذا كانت صحيحة من عدمه. وبالفعل تبين لي أنها زوجة نائب مأمور أحد المراكز، وأكدت أنه كان يعلم كل صغيرة وكبيرة عنها، وإن شقتها التي تم شرائها بفلوسها ومن عرقها استطاعت أن تضع عليها على باب الشقة اسم الزوج ورتبته، وهو ما منح المكان حصانة، فلا يستطيع أي أحد الاقتراب منه أو مجرد التفكير في تقديم بلاغ ضد ساكني هذه الشقة أو المترددين عليها. وهذا الأمر بالتأكيد أثبت لي أن لكل قاعدة شواذ. فجهاز الشرطة في بلادنا ولله الحمد فيه رجال تفاخر بهم الدنيا من حيث الكفاءة والشرف والأخلاق والالتزام، وهذا الولد المقدم لم يكن إلا نقطة سوداء في الرداء الأبيض. والحق أقول أنني بعد أن استمعت من زوجته إلى حكايتها معه تمنيت لو قابلته لأفرغ فيه شحنة الغضب داخلي، ولكن ما هي إلا أيام قليلة وقد تحققت أمنيتي. فقد أخبرت زوجته بأنها سوف تعامل معاملة أي سجينة في القناطر، ولو حدث واستخدمت الوعيد والتهديد مرة أخرى فلن يمر الأمر على خير. وصارحتها بأن زوجها ليس له عندنا سوى الاحتكار، فهذا نموذج لا يشرف رجال الشرطة ولا وزارة الداخلية. بالطبع تم نقل هذا الكلام إلى الزوج بوسيلة أو بأخرى، وهكذا تربت عداوة بيني وبين رجل لم أعرفه ولم أقابله. وفي أحد أيام الجمعة في الصباح الباكر أخبرتني إحدى المشرفات بوجود ضابط من مصلحة السجون يجلس في مكتب المأمور، وهذا الضابط يعمل بجهاز التفتيش، وإنه طلب أن نحضر له على الفور السجينة فلانة الفلانية. وهنا ارتديت ملابسي العسكرية واتجهت إلى المكتب، وبمجرد أن رأيته واقفا ومعه السيدة التي ادعت أنها حرمه يتناولان مأكولات وردة من محل كبابجي شهير وبعض أصناف الحلوى. هنا بالطبع أدركت من يكون هذا الضابط، إنه نائب مأمور المركزية، واكتشفت أنه على علاقة بهذه السيدة وليس زوجا لها، وأنها استخدمت رتبته لكي تضعها مع اسمه على باب شقتها، وأنهم عشيقان منذ فترة طويلة. ولكنني لم أمهله أي وقت للكلام أو الدفاع عن نفسه، بل انطلق مني دون وعي وابل من السبب له ولجدوده واللي خلفوه. وقلت له: أنت عار علينا جميعا في الداخلية، المكان الذي من المفترض أن يفرغ صنوفا نادرة للرجال، أن تثبت عار ووسم على جبيننا جميعا. وخرجت ألفاظ لا يمكن لقانون النشر أن يسمح بها. وفي المقابل تجمد الضابط في مكانه، اسود وجهه وظل مركزا نظراته إلى الأرض. وأصدرت أوامري للسجانة لإعادة السيدة إياها إلى محبسها، وأصدرت أوامري بإحكام إغلاق البوابات لإبلاغ المصلحة بما جرى واستدعاء محققين للعمل اللازم. وبالفعل تم التحقيق في القضية على أعلى مستوى، وأحيل الضابط الدنجوان إلى مجلس تأديب ونال عقابا صارما. وحدث ما توقعناه بعد ذلك وتوقعه الخبراء والمراقبون، بأن صدر أمر بحفظ القضية وإخلاء سبيل السيدة ميمي شكيب ومن معها بضمانات مالية. دخلت القضية أدراج النسيان لأسباب عديدة ومتشعبة،
فقد كانت هناك تسجيلات للكبار ولم يكن من المعقول إدراج هذه الأسماء في القضية. وأما هؤلاء الكبار فقد كان البعض منهم كبيرا على المستوى المحلي وأيضا على مستوى دولي. وللحق والتاريخ أيضا يجب أن أقول أن أركان القضية لم تكن مكتملة، ذلك لأن هذه القضية كانت سياسية بالدرجة الأولى. ولدت الفنانة ميمي شكيب عام 1913 واسمها الحقيقي كما قلنا من قبل أمينة، وقد نشأت في أسرة أرستقراطية كان جدها في جيش الخديوي إسماعيل ووالدها كان مأمور شرطة حلوان، بينما كانت والدتها متعلمة وتتقن أكثر من لغة. من الصعوبات اللي واجهتها كانت وفاة والدها في سن مبكر. كان آخر أفلامها السلخانة عام 1982 ليختم هذا الفيلم مسيرتها السينمائية الطويلة التي بلغ عدد أفلامها خلالها حوالي 160 فيلم. تزوجت ميمي شكيب مرتين في حياتها الأولى من ابن شقيقة إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت، وكان هذا الزواج هروبا لها من أسوأ تحكم أسرتها، إلا أن الحياة الزوجية كانت صعبة فتعرضت للإصابة بالشلل المؤقت بعد أن تزوج عليها زوجها مما جعلها تقرر الطلاق. أما زواجها الثاني فكان من الفنان سراج منير بعد فترة من التفاهم والحب المتبادل، واستمر زواجهم حتى رحيل سراج منير عن الحياة في عام 1957. وقد رحلت الفنانة ميمي شكيب بشكل غامض في 20 مايو عام 1983، حيث وجدت جثتها ملقاة من شرفة شقتها في وسط البلد، ولم يعرف حتى الآن من هو مرتكب الجريمة، فتم قيد القضية ضد مجهول. وإلى اللقاء، لا تنسوا الاشتراك والشير والإعجاب.